السلام عليكم. الإنجاز ديال أولمبياد باريس اللي حقق فيه المنتخب الوطني الأولمبي برونزية، وكذلك الإنجاز ديال قطر اللي وصلنا فيه في المونديال ديال الدولة هذه إلى نصف النهائي. هنا بغيت نهضر على واحد المسألة اللي هي مهمة ومهمة جدا، واللي افتقدناها في جيل 2005 اللي لعب مونديال ديال الشباب بهولندا. وحنا تنتذكروا اللاعبين اللي كانوا فيه مثال بورقادي، امثال تبركاني، نياجور، بندامو، قائمه طويله باستثناء بعض اللاعبين اللي كملوا المسار ديالهم كالشيحي. ولكن ما نهضروش بزاف على هذا الجيل هذا، ولكن قلت تنتاسف. علاش؟ لان كان حتى هو غادي يكون عنده واحد المسار، واحد واحد المسار، وواحد النيفو اللي غيكون كبير، بخصوص كون جا في هذه الفتره هذه ديال فوزي القجع في الرئاسه ديال الجامعه. ولكن الحمد لله تركنا الموقف. الحمد لله ان ولا عندنا رئيس جديد اللي هو فوزي القجع، واللي عنده واحد الاهتمام كبير بالفئات الصغرى، لدرجه انه دارت اكاديميه ديال محمد السادس للمواكبه، واللي باش تعطى اهميه للفئات الصغرى. وكذلك دار مجهود كبير بانه تم استقطاب لاعبين اللي بالدارجه ديال الناس سرقناهم المنتخبات عتيده عالميا. الا جينا نذكروا بلجيكا، نذكروا هولندا، فرنسا، المانيا، اسبانيا، ف راه هادو منتخبات اللي كبيره بزاف، واللي تضم واللي اللاعب اللي لعب معها غادي يحقق انجازات اللي هي كبيره. ولكن فضل الروح الوطنيه ديال هاد اللاعبين هادو، وفضل كذلك كما ذكرت سابقا السياسه ديال الجامعه بالاقناع ديال هاد اللعابه هادو باش يجيو ويمثلوا الفريق الوطني. ما نهضرش بزاف على هاد المساله هادي، ولكن بغيت ننطلق في واحد القضيه اللي هي مهمه جدا، اللي هي هاد المساله هادي ديال التكوين وديال انشاء ديال باش تعطانا لعابه اللي هم كبار. الا جينا نهضروا على المساله ديال التكوين من الاكاديمي ديال محمد سيس الى انه لاعب تيحترف وتيمثل الفريق الوطني. وانا هنا غنهضر على واحد اللاعب اللي عجبني بزاف في هاد الدوره ديال باريس. وانا الا هضرت على هاد اللاعب بوحدو ماشي انقاص اللاعبين اللي خرجوا من اكاديميه ديال محمد سيس وحنا تنعرفوهم، امثال حمزه منديل، امثال اناحي، والقائمه طويله. هاد اللاعب هذا تيرغالين اللي تيلعب حاليا مع نادي لو هافر، لعاب اللي هو صراحه مستقبل وسط الميدان الفريق الوطني، واللي عنده واحد الميزه اللي هي جميله بزاف، وانه الكره ما تيطلقهاش من رجليه الا كما تنقولوا تضرب ليها 1000 تخميمه وتخميمه. شفنا الاداء ديالو في الاولمبياد هذه ضد المنتخبات اللي شاركنا ضدهم، امثال امريكا، امثال كذلك العراق، امثال اوكرانيا، امثال اسبانيا. حنا شفنا اللعب ديالو. هذا اللعب هذا اللي قلت انه نتاج ديال مغربي خالص، واللي تزاد في 20/5/2002 بالطهر البيضاء. لعاب اللي الحمد لله كسبناه، ربحناه بفضل هذه السياسه ديال التكوين. الا جينا نمشيو للاعبين، ولا نمشي مثال ديال اللعاب اللي خطفناه من المنتخبات عتيده، فنذكر مهدي بوكامير. اللاعب هذا اللي تقاتلات عليه بلجيكا باش تديه، ولكن اخير فضل الروح الوطنيه ديالو وبفضل اقناع ديال
الجامعة، جا المغرب والحمد لله مشى مزيان، واللي بإذن الله تيبان لي أنا خليفة من الطراز العالي ديال الدفاع ديال الفريق الوطني. هذا فين ما حطيتيه لعبوا مكان سايس يخدم تخدموا، لعبوا مكان أكرد يخدم لك، وهذا الشيء وهذه هي الطينة ديال اللاعبين حنا محتاجينها. فغير باش تقول على أنه تيلعب مع شارلوروا، وباش تقول كذلك أن أندرليخت وما أدراك ما أندرليخت في الدوري البلجيكي باش تخطب بالود ديال هاد اللاعب هذا وتبغي تاخدو، وشارلوروا ترفض أي ثمن، فأنت لاعب كبير. إن شاء الله نشوفوه يعني، وبإذن الله نشوفوه مع الفريق الوطني مستقبلا. وأنا على يقين أن وليد كما تنقول الدرجة ديالنا ما تيزقلش بحال هاد اللاعبين هادو، كما أنه ما غيزقلش أسامة تيرغالين، بالإضافة إلى الواحدي وريتشاردسون اللي نتمنوا أنه تعطاه دقائق أكثر، هو أسامة العزوزي اللي الحمد لله بين دفاعيا كما كان مبين وسط الميدان، بين على واحد المستوى كبير في الدفاع. ومن هنا بغيت نذكر واحد المسألة باش نختم بها الفيديو هذا، اللي هي نتمنى أن وليد يلقى هذاك المزيج بين اللعابة اللي أولمبيين مع اللعابة اللي كانوا عندنا في الفريق الوطني واللي كاينين، واللي أنهم مازال يستحقوا باش يكونوا. غير باش تقول عندك أخوماش وعندك بن الصغير وعندك كذلك بوكامير وعندك ريتشاردسون، عندك تيرغالين، عندك بلال الخنوس، وعندك واحد اللعاب اللي انا تنتاسف انه ما لعبش، اللي هو بوشواري، اللي اختيارات تقنيه ديال المدرب ما لعبش دقائق كثيره، ولكن نظري خاص تعطاه فرصه في الفريق الوطني، كما ان خاص تعطى الكيشطه باش يبانوا يعني وتعطاهم فرصه ولا استحقوا يلعبوا. وهاد الفرصه هذه جاي وقتها ان شاء الله مع المقابلتين اللي غادي يكونوا واخا رسميين ولكن عندهم الطعم ديال الوديه، لان خاصنا ناخذ منهم يعني، وخاصنا نشوفوا فيهم جيل جديد اللي غادي يشارك في لاكان ديال المغرب، واللي منهم باذن الله اللي غادي يكون في المونديال ديال 2026. الله نتمنوا ان وليد يتوفق في هذه المساله هذه، وانا على يقين ان غادي تلقى واحد التوليفه، بالاخص انه كاين اخبار ان غيتم التعيين ديال تم التعيين ديال طارق السكيتيوي باش يكون في الطاقم ديال وليد. وهذه مساله زوينه بزاف، بالاخص الا جينا نهضروا وجينا نقولوا على ان طارق اللي عنده نزعه، النزعه الهجوميه، مع وليد اللي عنده نزعه دفاعيه، غادي يكون واحد المساله جميله ان غيكون واحد التوازن في الفريق بين استخدام عقليه دفاعيه مع هجوميه. وحنا تنعرفوا الا كان شي فريق مثلا وعنده المدرب تيكون عنده نزعه دفاعيه وهجوميه مع واحد عنده هجوميه ولا دفاعيه، تيكون واحد كما قلت توازن، وتتعطى نصائح لا الدفاع لا الهجوم، لا في الوضعيه ديال الدفاع لا في وضعيه الهجوم، وتنشوفوا مقابله اللي تدوز في واحد الوضعيه جيده وتأدي فيها الفريق بشكل جيد. فالتوفيق الفريق الوطني ديالنا، وان شاء الله نشوفوه في واحد المرتبه، بالخصوص لاكان ديال 2025 اللي نتمنى ان شاء الله الرحمن الرحيم يحققوا لنا الحلم وهو الفوز بهذا الكاس. وشكرا.